بطني حوت، يونس الهادي الأمين نجيته من غمي، وكذلك تنجي المؤمنين. لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. في جوف ظلمات ثلاث سطعت كما النور المبين، سبح الكون معه لمن علا وأبدع، فالتقى ما أرواه في قلوب المتقين. لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. قالها في بطني حوت، يونس الهادي الأمين. لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه، قالها كل الدعاء عن جميع المرسلين. جاءوا بالتوحيد غاية ورشادا وهداية، نورها في كل آية في طريق العابدين. قالها في بطني حوت، يونس الهادي الأمين نجيته من غمي، وكذلك تنجي المؤمنين. ما زال التحقيق مستمرا، وربما كشفوا حقيقتي. لا أعرف كيف نسيت أن أمحو آثار قدمي في تلك الليلة المشؤومة. لو وجدوها لوصلوا إلي. ها هو المجرم، أمسكوا به. ماذا تصنعون؟ أنا لست مجرما، أنا واحد منكم. أنت واحد منا وخاننا جميعا. لا، أنا لست خائنا، بل خائن وقاتل. صعدت الآن إلى سطح القصر لتمحو آثار أقدامك قبل أن نعثر عليها. أنا كنت أنظف السطح. ولماذا تنظفه؟ ها؟ أنت حارس ولست عامل نظافة. هاتوه إلى الملك سنحريب ليجازيه الجزاء الذي يستحقه، وليكشف له عمن حرضه على قتل الأميرة. لا لا، أنا لست مجرما ولا خائنا، أنا لست مجرما ولا خائنا. لماذا حاولت قتل الأميرة؟ لم أفعل يا مولاي. بل فعلت. من الأفضل لك أن تعترف. يا مولاي، لماذا أقتل الأميرة وليس بيني وبينها أي عداء؟ هي أصلا لا تعرفني. أنت قاتل مأجور. قل لي، من حرضك على قتلها؟ لم يحرضني أحد. أتخشاه ولا تخشاني؟ يا مولاي، لم يحرضني أحد، ولم أحاول قتل الأميرة. خذوه إلى السجن. ما زال يصر على الإنكار. لن يصمد طويلا يا مولاي، سيلقى في السجن ما يرغمه على الاعتراف. أريده أن يعترف بكل شيء. أريد الحقيقة كاملة. أمر مولاي. أيقنت الآن أن هناك من حاول قتلي داخل القصر؟ نعم، ولن يفلت من العقاب مهما كان. مهما كان. ماذا تقول يا روبيل؟ هل آمنت حقا برب يونس؟ رب يونس هو ربي وربك يا مليخة. والربة الأكبر عشتار، والأصنام التي نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى.
مليخة، لا تخدع نفسك. أنت غير مقتنع بعبادة أصنام تصنعها بيدك ثم تبيعها للناس. ها؟ منذ التقيت بيونس واستمعت إليه وأنت تصدقه وتميل إلى الإيمان به. يا روبيل، أنت أمين مكتبة المدينة، عالم وحكيم، يثق بك الناس، وستكون وزيرا عن قريب. ستفقد كل ذلك لو خرجت عن طوع الملك سنحريب واعتنقت دينا غير دينه. أنا لا أخشى سنحريب، بل أخشى رب سنحريب. المناصب زائلة والدين باق. ألا تخشى على نفسك من السجن والقتل؟ يا مليخة، جئت أدعوك إلى الإيمان برسالة يونس، فلا تدعوني أنت للارتداد عنها. لا يا روبيل، أنا لا أقوى على ما سيحدث لي لو آمنت بيونس وربه. سأنتظر حتى يؤمن به الناس أجمعون، وأولهم الملك وأمه. حبيبتي جلدة، كنت في الصباح عند العجوز نهار، وقد أعطيتها ثمن أرضها كما طلبت مني. وقد كافأك الله على هذا الصنيع الجميل. هل توصل أزعية إلى قاتل الحارس عريبان؟ ليس بعد، ولكني تأكدت منذ قليل أنني حامل. حامل؟ نعم يا زوجي العزيز، بعد بضعة أشهر سآتيك بأمير صغير يخلفك في حكم الأشوريين. ما أجمله من خبر طال انتظاره. الشكر للرب. منزلي منزلي أيها الملك. بهائمي يا حاكم البلاد. نقودي، أجري عن العمل. منزلي أيها الملك. أيها الملك، نريد حقوقنا. ما هذا الضجيج؟ مولاي. أزعية، من هؤلاء وماذا يريدون؟ عدد من أهل المدينة يا مولاي، عرفوا أن سموك قد عوضت العجوز نهار عن أرضها، ولهم مظالم يريدون أن تعيدها إليهم. مظالم عندي أنا؟ وعند والدك الملك الراحل سرجون. اصرفهم الآن قبل أن أسجنهم جميعا. أيصرفهم قبل أن تتأكد من مزاعمهم وتعرف إذا كان لهم حقوق بالفعل؟ لا حقوق لهم عندي. لقد استغلوا الفرصة ويعتقدون أنني سأعطيهم مثلما أعطيت نهار. هذا ما حذرتك منه يا بني. قلت لك إنك إذا عملت بنصيحة زوجتك وأعطيت هذه العجوز من مالك فسيكون اعترافا منك بأن أباك قد سلبها أرضها، وسيطمع فيك شعبك كله. نعم يا أمي، نعم. ليتني أطعتك ولم أعطها شيئا. أتندم على خير فعلته؟ على حق أعدته لصاحبته؟ أنا لم أحمل إلا عندما أعدت أنت الحق لأهله. تقولين إنك حامل؟ نعم يا مولاتي، أرجو أن يسعدك هذا الخبر. أنا في انتظار أوامر مولاي. هل أصرف الناس عن القصر أم أبدأ التحقيق في مطالبهم ومظالمهم؟ بل اصرفهم فورا، وحذر الجميع من أن يدعي أحد أن له مظلمة عندي أو عند والدي الملك. أتريدني أن أترك عبادة الإلهة عشتار؟ قال يونس: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومن هو الله؟ قال يونس: الله الذي دعوته فشفى زوجتك وكانت أقرب إلى الموت، ودعوته فحملك على إعادة الحق إلى نهار، ودعوته فحملت زوجتك الأميرة. إلهك صنع كل ذلك؟ قال يونس: الله قادر على كل شيء. سله إذن، من الذي حاول قتل زوجتي؟ قال يونس: وإذا أجبتك تصدقني وتؤمن برسالتي؟ سله أولا. قال يونس: سألت الله وأجابني. الكاهن نصريال حرض الحارس عريبان على قتل الأميرة، وقد فعل ذلك بإذن من الملكة الأم. أمي؟ قال يونس: نعم، وهي أيضا التي أمرت بقتل الحارس عريبان قبل أن يعترف بكل شيء.
كيف تتهم الملكة الأم بهذه التهمة الشنيعة؟ قال يونس: لقد فتحت تحقيقا في الأمر، وسيصل بك التحقيق إلى نفس النتيجة. وهل صدق الملك سنحريب سيدنا يونس عندما قال له إن أمه تورطت مع الكاهن نصريال في كل ذلك؟ صدقه في نفسه حتى وإن لم يعلن ذلك. ولماذا صدقه؟ لأنه لم يكذب في أي شيء قاله. كلما دعا ربه استجاب له، وكلما تنبأ بشيء تحقق، وكلما وعد أوفى. أهذه أخلاق الأنبياء؟ بالطبع يا حمزة، أخلاق الأنبياء التي يقتدي بها المؤمنون الصالحون. ألم تقرأ في القرآن الكريم شهادة الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم؟ عليه الصلاة والسلام. وهل يختار الله الأنبياء لأنهم على أخلاق طيبة، أم يجعلهم على أخلاق طيبة لأنهم سيكونون أنبياء؟ يختارهم الله لأخلاقهم الطيبة وحرصهم على تبليغ الدعوة وصلاح الناس أجمعين، ثم يعينهم على هذه المهمة الشاقة ويلهمهم الصبر والصواب. لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. قالها في بطن حوت يونس الهادي الأمين. نجيته من غمه وكذلك تنجي المؤمنين. يا غافرا لكل ذنب وقابلا لكل توب، كشفت عنا كل كرب كي نكون شاكرين. يا غافرا لكل ذنب وقابلا لكل توب، كشفت عنا كل كرب كي نكون شاكرين. اغفر ذنوبنا الكثيرة واجبر قلوبنا الكسيرة. يسر أمورنا العسيرة واجعلنا ربي صالحين. اغفر ذنوبنا الكثيرة واجبر قلوبنا الكسيرة. يسر أمورنا العسيرة واجعلنا ربي صالحين. يا غافرا لكل ذنب وقابلا لكل توب، كشفت عنا كل كرب كي نكون شاكرين. يا غافرا لكل ذنب وقابلا لكل توب، كشفت عنا كل كرب كي نكون شاكرين. لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. قالها في بطن حوت يونس الهادي الأمين. نجيته من غمه وكذلك تنجي المؤمنين.